السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولجن أعدائهم أجمعين. بين الحين والأخرى يخرج وهابي بإشكال لم يقله لا جن ولا إنس. سنشاهد هذا المقطع ولا تضحكوا. أحبتي أهل السنة والجماعة، رسالة فيها سؤال أوجهها لذوي العقول من الروافض، ألا وهو السؤال يقول: الشيعة الروافض كثيرا ما يتغنون في شبهة يلقونها على أهل السنة والجماعة بخروج عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، أنها خرجت لقتال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويستشهدون بآية من كتاب الله عز وجل يقولون أن الله تبارك وتعالى يقول يخاطب نساء النبي أو يخاطب النساء ويقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الآية. هم يستشهدون بوقرن في بيوتكن ويتهمون عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها لم تقر في بيتها. أقول للسادة الروافض: إن كنتم تلقون هذه الشبهة على أهل السنة والجماعة وتقولون أن عائشة لم تقر في بيتها، فهل وقرت في بيتها فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها حينما خرجت إلى أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ في شبهتكم تقولون أنها قد ذهبت إليه تطالبه بفدك. الآن إما أن تقولون أن هذا ليس بخروج وهذا ليس بخروج، وإما أن نرى منكم ما هي الإجابة على هذا السؤال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والرجاء لا أريد الصغار، الحديث مع الكبار، معممين، حوزويين، طلاب حوزة. هذا السؤال موجه لهذه الفئة من الروافض، والسلام عليكم. ما شاء الله على هذا الإلزام، أحسنت، رائع جدا. أنت أين تركت عقلك؟ أعتذر، فأنتم ليس لكم عقول. لو كانت لكم عقول لتشيعتم. ابن عائشة هذا يقارن خروج الإرهابية المجرم عائشة مع الصديقة الطاهرة فاطمة، وهذا الإشكال لا يطرحه إلا شخص مريض القلب ومليء بالحق تجاه الزهراء عليه السلام. أولا يا جاهل، أمك الإرهابية عائشة خرجت لوحدها وسط الرجال وقادت الجيوش وقطعت الآلاف من الكيلومترات وذهبت لتحارب إمام زمانها وهو الإمام علي عليه السلام. أما الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين خرجت بضع أمتار من بيتها الذي كان في المسجد، وخرجت بمنتهى الحشمة والوقار، ليس كأمك عائشة التي خرجت متبرجة وسط الرجال. فاطمة الصديقة الطاهرة المعصومة خرجت مع نساء قومها. أما أمك عائشة خرجت تقتل النفس الذي حرم الله قتلها، بينما الطاهرة الصديقة خرجت تطلب بحقها الذي سرقها جدك أبو بكر. أمك عائشة عادت من الحرب وفي رقبتها الآلاف من القتلى، بينما الصديقة الطاهرة رجعت إلى منزلها مغصوبة الحق. ولو لم تفعل هذا لقلتم الآن فاطمة لم تطالب بحقها، إذا أبو بكر كان على صواب. ولكن فاطمة قسمت ظهركم وألقت عليكم الحجة واستشهدت وهي غاضبة على أصنامكم. أنسيت يا جاهل كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله حذر أمك عائشة من الخروج؟ شاهد مسند أحمد بن حنبل جزء 40 صفحة 298. لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. عائشة تتواجد ليلا مع الرجال، هل هذه امرأة محترمة؟ هل أنت يا أبو جهل ترضى أن تخرج زوجتك في وسط الرجال ليلا وفي الصحراء؟ هل ترضى هذا؟ نكمل. قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا أني راجعة. ما أظنني إلا راجعة؟ لماذا عائشة حين سمعت نباح الكلاب عليها أرادت الرجوع؟ وما هو سر هؤلاء الكلاب؟ نكمل. بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها ذات يوم. رسول الله خاطبها هي بالذات، ماذا قال لها؟ نكمل. كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ إسناده صحيح. الله أكبر. إذا رسول الله حذر عائشة من هذا الخروج وقال: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. هل رسول الله أمرها بالخروج أم منعها وحذرها من الخروج؟ بالطبع حذرها من الخروج. بل هل هذا الذي سيخرج وتنبح عليه الكلاب فعله هذا
ممدوح أم مذموم عند رسول الله؟ بالقطع واليقين مذموم. إذا قلت لا ممدوح، فلماذا إذن عائشة حين سمعت نباح الكلاب ارتعدت وأرادت الرجوع؟ إذا كان خروجها ممدوحا وخرجت لإصلاح الكهرباء في العراق، فلماذا خافت وأرادت الرجوع؟ إليكم مصدر آخر، فتح الباري في صحيح البخاري بن حجر العسقلاني في الجزء 14 صفحة 438. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيتكن صاحبة الجمل الأذبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن شمالها قتل كثير وتنجو من بعد ما كادت. بالله عليكم، هل هذا الكلام من رسول الله لنسائه وخاصة عائشة هل كان يمدح أم يذم؟ يقول سيقتل عن يمينك وشمالك قتل كثير، يعني من يخرج سيتسبب في قتل الناس، ومن يخرج ليس للإصلاح بل للكيد والقتل والحرب. لهذا عائشة أرادت الرجوع. إذن عائشة عصت أمر رسول الله، فما هو جزاء من يعصي الله ورسوله؟ نشاهد. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن عائشة ضلت ضلالا مبينا. فهل هناك إنسان يحترم عقله يقارن خروج الصديقة الطاهرة بعائشة؟ هل رسول الله خاطب الزهراء بهذا الخطاب؟ أم كانت الزهراء تحت صيانة زوجها علي عليه السلام؟ إن كنتم تلقون هذه الشبهة على أهل السنة والجماعة وتقولون أن عائشة لم تقر في بيتها، فهل وقرت في بيتها فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها حينما خرجت إلى أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ في شبهتكم تقولون أنها قد ذهبت إليه تطالبه بفدك. الآن أنا من يعيد لك الإلزام والسؤال وهابي. هل سيدة نساء العالمين بنت المصطفى صلى الله عليه وآله لم تقر في بيتها حين خرجت على أبي بكر تطلب حقها؟ ما هو جوابك؟ هل تجرؤ على الإجابة؟ تقارن سيدة نساء العالمين بسيدة التاريخ؟ استحوا على وجوهكم يا وهابية، استحوا. والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.